مشاهدي قناة الحياة المصرية والام تي في اللبنانية وبالجمهور الموجود معنا بتاني حلقة من ذا كوميدي نجم الكوميديا. الليلة وبالحلقة الثانية والأخيرة من الأوديشن بنستقبل على المسرح مجموعة جديدة من المواهب العربية بمجال التمثيل الكوميدي، تقليد المونولوج والستاند اب كوميدي. ورهنا انه يكونوا المشتركين على قد المسؤولية ويقدموا شيء متميز بمجال الكوميديا. وبدي اقول انه باخر حلقة رح يكون عنا فائز باللقب وبيحصل على فرصة ذهبية وهي تقديم برنامج على محطة الحياة المصرية او الام تي في. وهلا اسمحوا لي رحب بلجنة التحكيم اللي مرافقتنا بكل مراحل البرنامج من الاوديشن وصولا لتتويج نجم الكوميديا العربية. النجمة اللبنانية العربية الممثلة الرائعة سيرين عبد النور، الممثل المصري القدير صانع النجوم حسن حسني، نجم الكوميديا المصرية الممثل الجماهيري محمد هنيدي. مساء الخير ومنورين مسرح ذا كوميدي. محمد هنيدي، سؤالي لإلك مباشر، لما تشوف نفسك بالسينما بتضحك أو بتكون جامد ومراقب فقط؟ لا، هو اكيد لو في حاجه تضحك هضحك، بس طول الوقت ببقى مركز ان كان المفروض المشهد ده يبقى احسن من كده، فاهمه. لكن لو السيناريو بيضحك يعني بفصل تماما ان انا موجود في الشغل والى حد ما بضحك. نحن مش ممكن نشوفك وما نضحك حبيبتي، ربنا يخليك. شكرا. سيرين، سؤالي لإلك، ليه برأيك عدد الممثلات يلي بيمثلوا كوميدي بالعالم العربي قليل وقليل جدا؟ بعتقد لأنه المرأة بتوحي للكاتب أكثر بالرومانسية وبالدراما، فبيتخيلوا أكثر الكوميدي للرجل. مشان هيك بنلاقي يعني الرجل أكثر بيمثل كوميدي. بس على أمل إنه اليوم ببرنامجنا إنه نلاقي يعني ستات بيضحكونا ويكون عندهم مستقبل بالكوميدي، ليش لا؟ إن شاء الله نلاقي مواهب جديدة. شكرا سيرين. أستاذ حسن حسني، سؤالي لك عن المسرح، أي ممثلة كانت تضحكك كتير لما توقف حدا وأمامها على المسرح؟ سعاد نصر. سعاد نصر، الله يرحمها. وإن شاء الله بنكتشف سعاد نصر ببرنامج ذا كوميدي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بهالبرنامج بنكتشف أكثر من نجم ونجمة بعالم التمثيل الكوميدي، لكن بنهاية المطاف 4 بيوصلوا للحلقة النهائية والفائز باللقب 1. بريك أول وبننطلق بتاني حلقات الأوديشن من ذا كوميدي نجم الكوميديا. بأولى حلقات الأوديشنز الكل بانتظار الامتحان الكوميدي الأول. أهلا فيكم على مسرح ذا كوميدي نجم الكوميديا. تعرفنا على أعضاء لجنة التحكيم الدائمة: سيرين عبد النور، حسن حسني، محمد هنيدي، اللي أعطوا المشتركين قوة الدفع المعنوية واختاروا الأفضل بيناتهم. أعمل إيه يعني؟ أخسر ولا بقول أعمل إيه؟ بدأنا نشوف على المسرح من المواهب الكوميدية العربية. شفتها فيها مع الشبشب السم الهاري على وجهي. أنا اللي بيشوفني من بعيد بقول عني هبلة. 3 سمايلي فيسز لمينا نادر. بعد أداء المشترك المشهد الكوميدي يلي محضره الكل بانتظار يشوف الوجه الضاحك اللي بعبر عن علامة الرضا اللي بتأهله للمرحلة التالية. أنت جميل في كل الشخصيات اللي قدمتها. 3 سمايلي فيسز لأيمن. جميل يا الياس، جميل. في أشخاص استحقوا بجدارة إجماع أعضاء لجنة التحكيم الثلاثية، وفي أشخاص اكتفوا بصوتين من أصل 3. سمايلي فيسز بيحسبوا النتيجة، وبوجهين ضاحكين كانوا كافيين لانتقالهم للسهرة الثالثة. وفي مواهب للأسف ما شافت من اللجنة الكريمة إلا الوجوه العابسة والحزينة. نص ما ساعد للحقيقة. القرار. أنا آسف يا أسلام. كمان شارك شباب صغار وعملوا فرق كبير على المسرح. قالوا لا تقل ولا قال لك على الاثنين وسكروا له خد في وشه. كلك كوميديا على كوميديا. مع مشروب الساموراي يولف لاي. حلقة الأوديشن الأولى أعطت اللجنة بطاقات التأهل لمجموعة من المواهب الكوميدية العربية لإكمال المنافسة. والخير لقدام بحلقة تانية رح ترسم الضحكة على وجوهكم. مبسوط جدا جدا. فاضحك مع ذا كوميدي
نجم الكوميديا. صحيح من حمص بس ذكي. عودة لمشاهدي الحياة المصرية والام تي في اللبنانية اللي انضموا لنا لمتابعة تاني حلقة من ذا كوميدي نجم الكوميديا. بذكر انه نحن بعدنا بمرحلة الاوديشن اللي بتنتهي اخر السهرة، وكل واحد من اعضاء لجنة التحكيم عنده خيارين ما إلهم ثالث، او بيكبس على زر سمايلي فيس اذا عجبه اداء المشترك وحابب ينتقل للمرحلة التالية، أو بيكبس على زر ساد فيس كتعبير عن عدم اقتناعه. 2 سمايلي فيسز كافيين حتى يضمن المشترك بقائه بالبرنامج، و2 ساد فيسز تعني إيه يا محمد هنيدي؟ 2 ساد فيسز تعني إنه هيوحشنا. وبنبدأ حلقتنا مع أحمد مرشدي من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المباراة الغريبة، هذه المباراة العجيبة، مباراة الأسطورة الكابيتانو كابتن ماجد، راح إن شاء الله بإذن الله الليلة بنشوف هيك مباراة. بيبدأ بداخل مباراة الكابتن ماجد من داخل الملعب. مرير الكرة يا وليد. ماجد ماذا؟ ماجد يا لك من لاعب ماهر يا ماجد، تمرر الكرة ببراعة وكأنك محترف منذ الصغر. هيا يا رعد. ماذا؟ بسام، إن الكرة صديقتي يا بسام، وسوف أهزمك حق المؤيدة بالبرازيل. مرة ثانية نعود للاستوديو من داخل مباراة الكبار كابتن ماجد بعد التسديدة الأخيرة، ولدينا ضيف مميز هذه الليلة وهو الأستاذ عمرو خالد. عمرو خالد، بدك تعلق شيء بتقول على المباراة؟ والله يا اخوانا النهارده باذن الله انا جاي اقول حاجه غريبه جدا. الكابتن ماجد الراجل بيجري جوه الملعب. انا عايز اقول لكم حاجه يا اخوانا، انا بقولها للكابتن ماجد 3 حاجات. اول حاجه يا كابتن ماجد، ما ينفعش ان انت طول الماتش تفكر وانت صغير كنت بتاكل ايه، لازم تجتهد تتغير تبقى راجل. صدقني يا عادش كده مش هتعرف تدخل جون ولا ايه؟ مش كده صح ولا ايه؟ تاني حاجه يا كابتن ماجد، ان انت بجد ما تتبطئ وانت بتشوط، ما تجيبش الكوره في قفاك. صدقني هتغير راجل ولا ايه؟ بنشكر الاستاذ عمرو خالد، ونرجع مره ثانيه لعمر المباراه ونرى اشتعال كبير من الجماهير. مرحى كابتن ماجد، مرحى فريق المجد. هيا يا بدي سدد وهدفان. وبنشوف بحراره الجماهير والكابتن ماجد يسدد يا الله بنعود. وعلى خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم نستطيع أن نعلق على هدف كابتن ماجد لأنه لم يأتي حتى الآن. شكرا لكم. أحمد أهلا وسهلا بأحمد. ازيك يا أحمد؟ طمني، أكلت تبولة وفتوش ولا بعد؟ وربنا ما حصل لسه. ما حصل؟ لسه والله. خلص نحتفل كلنا سوا. عزمتك على الفتوش والتبولة. الله يبارك. إذا بتنتقل معنا للمرحلة التالية إن شاء الله. يلا بنبدأ مع سيرين. سيرين، شو رأيك بأحمد؟ أنا بالنسبة لإلي لقيتها كتير مهضوم، وتفاعل الجمهور معك كمان إذا لاحظت إنه العالم حبتك، وبعدهم عم يضحكوا على فكرة. يعني بعدهم عم يتذكروا ويضحكوا. أنا شخصيا كتير حبيت وبتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله أستاذ هنيدي وأستاذ حسن كمان يحب. شكرا سيرين. أستاذ حسن، اقول لك ايه، مش عارف، ضحكتني والله. بس انا كان نفسي اشوفك في موقف تمثيلي. المرة الجاية إن شاء الله في سكتش والله إن شاء الله. إذا أعطيتوه الفرصة ينتقل للمرحلة التالية. هلا هو ضمنها. وعد. وربنا وعد. أقسم بالله زي ما بقول لك كده. ماجد، وعد يا ماجد. ورحمة أبويا المرة الجاية. ابوك مات. والله مات يا راجل. طب خد
يلا استاذ حسن مش حابب ابدا يعمل سسبنس، دغري عطاك سمايلي فيس يا احمد. هنيدي نعم. شو رايك؟ والله رأيي واضح على وشوش الناس وعلينا كلنا. احمد ضحكنا جدا، وبعدين قلد شخصيات قلدها كويس قوي 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 للامانه يعني. برافو حموده بصراحه. برافو يا حموده، برافو. والله. سيرين رح ارجع لعندك، شو بيستاهل اي وجه، مبتسم او حزين؟ لا اكيد مبتسم. 2 سمايلي فيسز هنيدي. اي وجه بتعطيه هنيدي؟ برافو حماد. 3 وجوه مبتسمه لإلك يا احمد. مبروك الانتقال للمرحله المقبله، ومنشوفك. حضر حالك مزبوط. يلا وعدته لاستاذ حسن. جود لك، تفضل. وهلا نتعرف على صبيه صغيره وخبروني انها موهوبه بالرقص وبالتمثيل، فشو رح تقدم لنا تينا عبد الله الليله؟ يلا واصله. بعرف انه الكبار عندهم كتير مشاكل، بدهم يوصلوا على الوقت وفي كتير عجقة، وبعدين بدهم يسمعوا الأخبار، والأخبار يعني مشونا، بعدين بدهم يخبروا كل مشاكلهم. بس نحن كمان عنا مشكلة، شو المدرسة مش مشكلة يعني. أول شي بدنا نوعى بكير، بعدين بدنا نلبس الشوز واليونيفورم. في حدا يقول لي كيف بدي أعمل كل هالشي بس بنص ساعة؟ طيب اجا الاوتوكار وانا بعد مش مخلصه ولا شيء، حملت شنطتي ورحت على المدرسه. مط على بكره الصبح. في حدا يقول لي شو يعني الاكس وين بدي استعملها؟ هيديك المره بجمله وحده خلطت صف العربي بصف المات. سالتهم شو يعني الاكس وين محلها بالاعراب؟ ما حدا جاوبني. بعد الماس طلع لنا سوشيال ستاديز مع الاستاذ اللي بيوقف هيك وبصير يلعب لي بشواربه. وبعدين مع العربي مع القواعد كلنا بنخفى بصفة. طيب بعد 7 ساعات درس في 3 ساعات هوم وركس بالبيت. طب في حدا يقول لي انا امتى بدي احمل تليفوني والعب كاندي كراش؟ امتى بدي افوت على الانستغرام وشوف الفولورز واللايكس تبعتي؟ انا صراحه اذا كل شيء بيرجع لي ما بعمل شيء غير الرقص. والنوم. زقفة كبيرة لتينا. تينا وأنا مثلك إذا بترجع لي بقضيها رقص ونوم. تينا عمرها 10 سنين. تينا من وين جبتي هالهضامة كلها؟ من خالته سارة. خالته سارة. سيرين شو رأيك بتينا؟ تينا انت كثير مهضومه، بدي اطلب منك شغله بحال انت يعني كنت موجوده معنا بالمرحله الثانيه انه تكوني اقل استحاله، لانه ببين من عيونك عم تطلعي شوي بالارض، اذا بتطلعي اكثر بالجمهور او بنقطه معينه تعلي راسك لتبين وجهك، مش تفكري بالكلمه انت عم تطلعي بالارض. بس بدي اقول لك جود لك. ثانك يو. سيرين بدنا نشوف الوجه دغري. يلا أنا عندي نقطة ضعف على الأولاد الصغار للحقيقة، والبنات خاصة. والبنات. أول سمايلي فيس من سيرين. أستاذ حسن شو رأيك بموهبة تينا؟ والله مهضومة كتير يا تينا. ميرسي. والله ميرسي لطنط سارة. طنط سارة نقول لها ميرسي. خلاص أنا كمان زي سيرين ضعيف قدام دينا وخالة دينا وأم دينا. هنيدي. تينا تينا جميلة أو فراولة؟ لا تينا جميلة بصراحة، وأنا مبسوط إن هي عارفة إن هي أحسن في الرقص.
انا تينا هديها وش دلوقتي بس علشان احمسها بعد كده. استاذ حسن صعدها وسيرين صعدتها، ولكن انا شايف ان هي شاطره في الرقص جدا وما شاء الله ذكيه، بس ده الوش بالنسبه للكوميديا، فعشان تشتغلي عليه بعد كده. وش حزين وانما مثل ما قال لك لحتى تتشجعي وتحضري نص بضحك كثير الاسبوع المقبل، بس بنشوفك الاسبوع المقبل. برافو برافو تينا والشنطه. باي تينا. مشترك جديد بنتعرف عليه بعد لحظات قليله جدا. شو رح يقدم وبشو رح يتميز؟ خلينا نشوف سوا. انا طلعت لقيت نفسي حمار في الانجليزي. قعدت افكر هو انا ليه حمار في الانجليزي؟ احنا بنتعلم انجليزي باغرب طريقه في العالم. انا ما انساش ابدا مس اميره ومجهوداتها الجباره في انها تربط لنا ما بين الكلام الانجليزي والكلام العربي عشان يعني نفتكره. حصه الحروف المتحركه كانت تقول لنا الحروف المتحركه A I E O U ايو. ده طلع جيل بيعرف يتكلم انجليزي زي بريفكت. تسمع شويه جمل تقفلك من الحياه. انا جبت حته لابتوب قابل. واخيرا عايز اشكر ميس اميره على مستوى الانجليزي اللي عندي، واشكرها زي ما كنا بنشكرها دايما في اخر كل حصه. ثانك يو فيري ماتش ميس اميره، ما تتعودش. اسماعيل، يعني اسماعيل you were astonishing tonight. الله يسامحك. لا ما قلت شيء عاطل انا. لا انت واضح انت ما سمعتنيش اصلا. لا انا astonishing يعني بتجنن، رائع. ربنا يكرمك يا رب. يا ديعان هالكومبلمنت اللي عم تحكي. استاذ حسن، عمال تفكر. انا زعلان قوي من ميس اميره انها بعتتك هنا. انا زعلان منها برضه. ماشي. يعني ادتك عنوان غلط اكيد. معلش. الله يسامحها. لا الله يحرقها. ايوه بالظبط، الله يحرقها. هنيدي حبيبتي. ساد فيس من هنيدي. سيرين. سمايلي فيس من سيرين. استاذ حسن، حضرتك بالوجه اللي راح تعطيه لاسماعيل بتحسم النتيجه. مش عشانك انت، عشان ميس اميره. اها شو طلع لها مس اميره؟ تو ساد فيسز. للاسف يا اسماعيل ما حالفك الحظ ببرنامج ذا كوميدي. حبيبتي يا كرم، تشرفنا بمعرفتك. شكرا. بتمنى لك التوفيق. العواف عليكم. جيت لكم بقى بحلقه جديده النهارده من برنامجكم الحاجه ام انشراح للي عدى واللي راح. والنبي انا كنت قاعده كده لا بيا ولا عليا، خطر في بالي موضوع الشباب. العيال بقت غريبه قوي يا اخويا. النبي الواد من دول يبقى ماشي في الشارع يلاقي بنت حلوه يجري عليها، لا بنت مجه، بنت الحلاوه دي يا بنت. يخيل الواد فاكر كده ان البنت هتجري عليه وتعلق في دراعه وتقول له بحبك. ابدا، النبي دي هتقرف منك، دي تخاف. فين زمان وايام زمان وحلاوه زمان. النبي كنت امشي في الشارع البس الفستان كده والبس الكعب اللي قد كده وامشي يا ارض تهجم عليك يا قدي، تقسع يمين وتقسع شمال ولا يفرق معايا حد. يقع مني المنديل يجي سي محمد افندي، النبي سيرته كده ترد الروح، يوطي كده وياخد المنديل وينزل نص نازله على رجله ويقول لي اتفضلي يا مزمزيل. اني بحبه كده، ساكن جوه قلبي كده. لا قصدي يا اختي، ولا بلاش. امبارح
هف عليا كده اشرب حجر معسل، قلت يلا افرح نفسي. قعدت على القهوه، شله شباب قاعده، من ضمنهم كده واد شكله غريب، فالواد لقيته بيتكلم، فانا بعيد عنك السنط بصراحه. لقيت الواد واقف كده يقول لهم اصل انا طول حياتي عايش في امريكا، فعشان كده تحس بس ان العربي بتاعي تقيل شويه، وحتى كمان مشيتي انا مش ببقى قاصد خالص ان انا امشي كده، انا بس عشان رفيع فبلق في الهدوم يعني، ده عادي. النبي يا اختي جريت عليه قلت له استرجل يلا، ده انا ارجل منك يخرب بيت شكلك، ايه المنظر ده؟ النبي قهرني الواد، قهرت عليه. مش كده بس القصد. النبي بصي عشان ما اظلمش، مش الولاد كلهم، البنات برضه. يا اختي اخويا البت من دول تبقى ماشيه لك حتى ابن اختها تحت الطرحه، تفكر ان كده حلوه يعني، والواد هيبص لها النبي هيخاف، يحسبها عامله له عمل ولا حاجه، تعمل له عمل تحت الطرحه يا اخويا. اقول لك البت التانيه بقى تبقى فاكره ان هي لما تبيض وشها محاره وبويا يبقى كده البتش قمر، ابدا. النبي يخاف منك تشيل الماسك ده يتسرع الراجل، لازم كده نبقى حلوين. يلا القصد فاتكم بعافيه، اشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم ايه الحاجه ام انشراح، للي عدى واللي راح. ايه ده يا حاجه منشراح؟ اهلا وسهلا فيكي. شو بتعملي بالحياه؟ بلعب بقالي 7 سنين، بلعب مسرح شارع وبحكي وبحب الكوميديا. تنشوف اذا اعضاء اللجنه حبوكي بالكوميدي. بنبلش مع استاذ هنيدي، شو رايك باداء لداليا؟ والله احنا كمان حبيناها وحبيناها جدا كمان، برافو عليكي. يعني اولا مش محتاج، باينه يعني، هي باينه، هي كاركتر جميل جدا، تتوظف في حاجات كتيره قوي بالنسبه للكوميديا، ودمها خفيف، وعملت كام شخصيه لطاف جدا، وما تقلقيش يا حاجه. حاجه ام انشراح صح؟ برافو عليك. يعني رح تعطيها وجه منشرح ولا مش شرط؟ مش شرط يا ام انشراح. اضحك بقى. ايوه ضحك. ايوه هو ده. سمايلي فيس من هنيدي. فكرتيني بروحي. روحي. حبيبتي برافو عليك. ربنا يخليك. استاذ حسن، شو رايك باداء لداليا؟ حاجه انشراح اللي عدى واللي راح. والله كويس، ربنا يخليك، ما شاء الله عليك، دم خفيف وعندك قبول، وقد ايه انت واثقه من ادائك في الكوميديا. انا معجب بيكي وربنا يوفقك. اي وجه لكن تعطيها استاذ حسن؟ من رايك عرفنا، بس بنحب نشوف، ما هيك داليا؟ يلا ان شاء الله ما حد حوش. 2 سمايلي فيسز لإلك يا داليا. سيرين 3 سمايلي فيسز. خليني اقول لك شغله كثير مهمه انت عملتيها. اولا انت من اهضم السكتشات يلي قطعت لهلا فعلا. شكرا سيرين، شكرا لاعضاء اللجنه، وداليا اكيد شكرا، وكل التوفيق لإلك، ونشوفك الاسبوع المقبل. مشاهدينا خذوا استراحة قصيرة، حضروا كاسة شاي أو كوب عصير، وارجعوا إلى أمام الشاشة سريعا لمتابعة الحلقة الثانية من الأوديشنز. لحظات ونعود إلى ذا كوميدي، نجم الكوميديا. زهقت يا ست؟ لا ليه؟ اسمع المثل اليوم شو بيقول؟ إذا بيتك من زبالة ما ترشق العالم بقرط موز. هاشتاج حبلتونا بزبالتكن. وأنا بحب أشكر الفنانة وكل فنانة شاركت الفيفا بهيدا الهاشتاج، ومن ضمنهم الست نجوى كرم. مساء الخير، مساء الكهرباء 24/24 بزحلي. أنا بشجعك وبدعمك يا فيفو، وبقول لك حلوة فكرة ترويجية، بس إن شاء الله بدنا تقدك نضال الأحمدية والصحافة اللبنانية والعربية. طلعت معي ردية خليني أقولها بس مسقطة علي البردية. ومن الراسية بزحلي مساء لبنان والجمال نجوى كرم. سيد الرجال رشق 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 شباب يلا. وانا بحب اشكر بدوري كمان النجمه والديفا هيفا وهبي يلي شاركت فيفو بهيدا الهاشتاج.
يا الله بونسوار. بيك تايم على فكرة. ما بعرف الواحد بس يشوفكم ما بعرف شو بيصير. صراحة يا فيفو شو بتضحكني وشو بتشيل هموم العالم وهموم هيفا. وبدي اقول شغلة انه قرفنا وتعبنا وانوجعنا كتير. وهيفا بتقول لكل زعيم مواطن لبناني انه يلي قاعد بالمجارير ما رح يشوف غير الصراصير. ثانك يو هيفا. breathing you in. Thank you. شكرا لشرب العذار. جمهورك قوي. هول فانز لشربل اكيد. طبعا. كنت مرتاح بأدائك يا شربل؟ ايه طبعا. ولعت أكيد الجو؟ طبعا. بدك تسمع آراء لجنة التحكيم؟ ايه يلا بنبتدي مع استاذ حسن، تفضل. شربل انت جميل ودمك خفيف وخد مني بوسه. ثانك يو. سمايلي فيس من استاذ حسن. سيرين، أنا كتير حبيتك والحقيقة ضحكتني، بس بحال شو قولك؟ لا أكيد بحال ولا مش بحال؟ مش بحال. طب خلينا نسمع رأيه لهنادي. مترددة سيرين؟ لا أبدا، أنا عندي برأيي بعرف شو بدي. طيب بس خلينا نسمع الرأي. طيب. تفضل يا هنيدي. مساء الخير يا شربل. مساء الخير عليك يا حبيبي. شربل دمه خفيف جدا، يعني لو توظف في اي حاجه ممكن هيضحك بصراحه. لو توظف باي حاجه طبعا. بص الله يخليك يا شربل. حزين او مبتسم هالوجه، بدنا نشوف. يا شربل لا ما راح يزعلني اليوم هنادي. لا هنادي. هنادي شربل. سمايلي فيس من هنيدي وايضا من سيرين. 3 سمايلي فيسز لشرب العذار من لبنان. ثانك يو. الف مبروك لك شربل، وشوفك جمالك كاملة حبيبي شربل. شكرا لك. ومنتابع مشاهدينا مع مشترك جديد، شاب او صبيه هلا بنعرف. انت عارفة انا من غيرك ولا حاجة. معك بنسى نفسي. أنا سند عليك. أنا تقيلة؟ لا انت طلعتي الطفل اللي جوايا. معك بحس بالأمان. انت عارفة انت ايه؟ انت امي وبنتي وحبيبتي ودنيتي. أنا أنت وأنت أنا. بقولك ايه؟ ممكن اطلب منك طلب واحد؟ لما تروحي مش عايزك تتفرجي بقى على تركي ومكسيكي وكده عشان بتنام يعني كي مرغرغه. ممكن أنت كمان وأنت مروح ما تضربش حاجة عشان الطريق بيبقى مليان لجان. عارف يا علي؟ ايه؟ أنت الوحيد اللي بتفهمني من غير ما أتكلم. لا يا عبير انا مش عايزك تتكلمي، خليني اسمع صوت نفسك. طب يا دين النبي ايه ده؟ لا مش دلوقتي يا عبير. أمال إمتى؟ احنا لازم ننتظر. ننتظر؟ عارفة هننتظر ليه؟ عشان الحلال أجمل. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده يا عبير؟ أنا قلت لك 100 مرة أنا ما بحبش المونيكير المقشر ده يا عبير. جرى إيه يا علي؟ أنت واخدني كده وده بقى رأيك ولا رأي أمك؟ أمي؟ لا ما تجيبيش سيرة أمي على لسانك يا عبير. أنت فاكرة أمي زي أمك الحفافة ولا إيه؟ خلاص يا علي بقى، خلي أمك تنفعك. طب يلا في 60 دقيقة شغلها. ليه يا علي؟ ليه الوحشة دي؟ ده أنا اللي جبت لك البرفان الأصلي ده، أنت كنت بتركب يا معفن. ده أنا لو كنت استبرت شوية كنت هجيب لك الكوتشي أبو بزابيز من تحت اللي كنت هتموت عليه.
انا يا عبير تعملي معايا كده يا عبير؟ انا ما قلت لك ان كرامتي دي هوت لاين كده ما تعديوش خط احمر يا عبير. ليه؟ ده انا كنت جايب لك امسيه الفضه ب 320 جنيه في علبه قطيفه كده يا عبير، اطالبك بيها ولا اطالبك بيها واطيه؟ يا معفن، ده انت ما كنتش تعرف الفرق ما بين الفلاش بتاع الكاميرا واللمبه النيون. الو؟ ايوه يا سماح. لا 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 انا مش بعيط، انا مخنوقه يا سماح، مخنوقه. انا فركشت. لا حماده ايه؟ ده علي، احب عمري يا سماح. الو؟ ايوه يا سامح. لا انا كويس يا سامح. لا ماله صوتي يا سامح؟ صوتي كويس يا سامح، مفيش حاجه. لا انا وعبير خلاص وصلنا لطريق مسدود. تقريبا كلمه سئنتي نزلت لي على الشاشه يا سامح. انا السويت نوفمبر بتاعي خلص، مع انه ما كانش سويت ولا حاجه يا سامح والله. انتقاد انتقاد انتقاد، صوتك، ضحكتك، لبسك، مكياجك، لا تطاق يا سماح، حاجه فاقد كل الحدود. غبيه غبيه غباء يا سامح. يا ما اقول لها يا بنتي اكتمي صوت ضحكتك، صوت ضحكتها وحش ومستفز جدا وماما ما بتحبوش. ما فيش فايده. لا اقفلي رجلك وانت قاعده، ماما ما بتحبش الكلام ده. غبيه غباء. بقول لك ايه يا سامح، انا عايز اتغير بقى، انا عايز ابدا حياه جديده. وانت تساعدني ان انا اطلع بره عنق الزجاجه ده. انا عايز اصطبح يا سامح. ساعدني ان انا خدني معاك وسط البلد يا سامح كده واعمل معايا الصح. بقول لك ايه يا سماح، ممكن اطلب منك طلب؟ تسلمي لي يا حبيبتي، ما يمرش عليكي ظالم. انا عايزه اشيش يا سماح، خديني اشيش. قابليني في وسط البلد. سلام. زقفة كبيرة لمنى وعامر من مصر. تفضلوا. أهلا وسهلا فيكم بلبنان منى وعامر. اهلا بيك. رح نسمع آراء اللجنة لحتى نشوف إذا عجبهم المشهد اللي شافوه. هنيدي رح ابتدي معك. عجبك المشهد ده؟ عجبني جدا الحقيقة. المشهد مكتوب حلو وهم عاملينه حلو قوي قوي قوي. شكرا. بس في النهاية المشهد جميل وهم عاملين فيه مجهود ودمهم خفيف. شكرا. شكرا هنيدي. أستاذ حسن. منى دمها خفيف قوي وعمرو كمان دمه خفيف قوي قوي. وعاملين مشهد كويس وواثقين من أدائهم. برافو عليكم. شكرا أستاذ حسن. سيرين، لابين لبعضهم منى وعمرو كثنائي كوميدي؟ جدا. انا بدي اقول انه كثير حبيت الاداء تبعكم، كثير حلو النص يلي اشتغلتوه فعلا، انه كيف بيكونوا اول اثنين ما بيكونوا مبسوطين مع بعضهم، كيف بيحكوا بطريقه كثير حلوه مع بعض، لما بيتخانقوا بيتغير الجو. انا بالنسبه لإلي بيستاهلوا هالهابي فيس. اول هابي فيس من سيرين. هنيدي. هو طبعا اللي اعجابه الكلام ملوش علاقه بالتصويت، يعني مش شرط صح؟ لا مش شرط، يعني ممكن فيك تحكي كثير منيح وتعطي ساد فيس. لا 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 بصراحه فعلا اشتغلوا مشهد جميل وفاهمين بعض جدا، وان شاء الله في اللي جاي هيبقوا اقوى، انا واثق. ثانك يو. تو سمايلي فيسز من سيرين وهنيدي. لنشوف استاذ حسن شو رأيك؟ أنا معجب فيهم قوي الاثنين حقيقي. هو وهي الاثنين أخف دم شفته في الحلقات دي والله، وعشان كده خدوا. فري سمايلي فيسز من أعضاء اللجنة لإلكم. منى ممكن أقول حاجة؟ تفضلي منى. منى بدها تقول شغله، تفضلي منى. انا بستأذنكم بس هقول حاجه، ان المشهد ده احنا كنا مشارك معنا في الكتابه مخرج عرض، احنا كنا شغالينه في مصر، والمشهد ده مشهد من العرض، فعشان بس ندي لكل واحد. لا مشهد جميل جميل. شكرا. شكرا لكم منى وعمرو. شكرا لكم. بنشوفكم الاسبوع المقبل. وهلا من
صبية لبنانية حابة تعبر عن موهبتها الكوميدية، فزقفوا لها حتى تفوت على المسرح بمعنويات كتير قوية. اسمي تقبرني، دارسة هوهو، وأنا ملكة جمال لبنان من سنة 82، وكل سنة اللقب بيتجدد. ما تستغربوا، انتم ما بتعرفوا أمي. أمي لما حدا يسألها شو اسمها بنتك؟ تقبرني. شو دارسة بنتك؟ هوهو كتير حلوة، ملكة جمال، لو طولها قد عرضها كانت طلعت ملكة جمال الكون. امي ما بدها تعترف انه وزني 175 مش طولي، وكمان ما بدها تعترف باحلامي وانا بدي مثل. في نهار قلت لها ماما بدي مثل. مفكرة حالك فاتر حمامة؟ قررت اثبت لها انه بقدر مثل. قدمت على كاستينج لفيلم سينما 8 دقايق، ممكن ما حدا يشوفه، اصلا الدور مش مدفوع. قدمت على دور العمود بالفيلم وبلش الكاستينج. لتاخدي دور العمود اعملي نقطة مي عم تنتحر بصمت. سطلت وما أخذوني. مثلي الوقت المارق على الأيام الصعبة بسرعة بثقافة بعمق بفن بأحاسيس لاسلكية. سطلت وما أخذوني. جلو. أنا بالمدرسة كنت عم برك على العربي، ما فهمت وما أخذوني. بتبوسي؟ ابوسك حية. سطل فيي، بس هالمرة أنا ما قبلت الدور. إذا فاتن حمامة مارقة بكل هالكاستينج أجادة، إذا هيدا التمثيل نقطة مي وبالون وتفاحة مكدوشة، أنا ما بعرف مثل. أصلاً على طول أمي معها حق، إنه بالآخر عملت دكتور. لا علم. هلا عم بعلم أولاد صغار يحققوا أحلامهم. حلو كتير يا سلمى، وإن شاء الله أنت كمان بتحققي كل أحلامك يا سلمى. بدنا نسمع أعضاء اللجنة، بس أنت خبريني هلا شو حاسة قبل ما تسمعي الآراء. هلا حاسة حالي كتير قصيرة حدك. طب قربي لعندي لتحسي حالك أقصر. رح نبلش مع هنيدي، شو رأيك بسلمى؟ سلمى، مساء الخير يا سلمى. مساء الخير. طبعا احنا مش لجنة التحكيم اللي كنت بتحكي عنها خالص. لا يعني خالص، اكيد هنبقى مختلفين. انت ممثلة جميلة للأمانة، انا شايف يعني بجد موهوبة وممثلة شاطرة، فده رأيي الحقيقة يعني. وشو بتعطيها؟ النبي يا سلمى ما تزعلي مني، النبي يا سلمى ما تزعلي مني. عادي والله يا حبيبتي. مالي بعد في عنا سيرين واستاذ حسن. اكيد اوكي طبعا. سيرين، انا حبيت، انت كنت بالنص، انا حبيت النص، فبالنسبه لإلي انا رح اترك السمايلي فيس او الساد فيس من بعد راي استاذ حسن. اوكي استاذ حسن. سلمى حبيبتي انت ممثله كويسه، والله ممثله كويسه، تقبريني يعني سلامة قلبك، والله تقبريني. انما انت من ناحيه الاداء متمكنه، انا مش اقول لك خدي. وجه مبتسم، القرار عندك سيرين. وجه حزين من هنيدي، وجه مبتسم من استاذ حسن. الوجه يلي رح تعطيه
لسلمى بقرر إذا بتنتقل معنا أو بتغادرنا. سلمى بدي منك تفهميني بليز، لأنه في كتير أشخاص موجودين نحن قبلناهم قبل بيضحكوا أكتر أداءً، بس بدي أقول لك عن جد كل اللي عم بيشوفوا اليوم ممكن يستعينوا فيك سلمى، وتكون أنت بوجودك هون على المسرح مثل التفات نظر لإلهم، خاصة منتجين، إنه أنت بتكتبي بطريقة كتير حلوة. بدي أقول لك جود لك عن جد من قلبي. ميرسي. شكرا لكم. ميرسي. هارد لك لك سلمى، ولكن اكيد بنشكر وجودك معنا الليله على المسرح. بالستاند اب والتقليد والتمثيل الكوميدي منكمل مشوارنا مع الضحك والابتسام والاجواء المرحه، واللي ما قادر ياثر على اللجنه رح يكون مشواره كتير قصير، يعني السلام عليكم ومع السلامه. فإلى مشترك جديد وبتمنى تكون اعصابه مثل الحديد. ما هذا؟ لقد اكتمل وأحمر القمر. إنه الفالنتاين. سوف أؤلف قصيدة لمحبوبتي وأوفر ثمن هديتي. دد 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 دو. هل القمر زغل العيون وتاه تاه. سهم القدر صبني وشغلني معاه شغل عيون بحلاوته، شبك القلوب بشقاوته، شغل العيون بحلاوته، شبك القلوب بشقاوته. شغل. من الهاتف؟ رسالة إلى عنتر بن غضنفر. رسالة لي؟ أجل. ميرسي كتير. أي خدمة أيها النجم. ربنا يخليك. صباح الفل. إنها رسالة من محبوبتي عبلة. عيون قلبي عنتر. باللغة العربية الفصحى استيقظ وركز واصحى. بالأمس تقدم لي أعز أصدقائك من ولاية سليم اللبانين، ولكني رفضت لسببين. الأول إنه ألمني حين سلم علي، والثاني إني وجدت رائحة فمه كريهة حينما قبلني. أيها الحقير، أيها الأحمق، ألا تعرف كيف تتعامل مع النساء؟ أتؤلم حبيبتي حين تسلم عليها. ما فيش صاحب بيت صاحب، ما فيش راجل بقى راجل. وعملتا هذا العويل على المساء. لا شيء لا شيء يا حاج، لا شيء. كف عن النواحي كالنسوان وابحث لنفسك عن عمل أيها الجحش. ولماذا الغلط يا أبتاه؟ اخرس وخذ في يدك شوال الكمامة وأنت في الطريق. حاضر حاضر حاضر. ولكن هل من الممكن أن تعطيني صورة من الدنانير لكي أشتري كارت شحن؟ ولا دينار. وإذا سمعتك تكتب شعرا ثانية فسيكون آخر يوم لك في هذه الخيمة. ظلم، هذا ظلم. أنا لا أطالب إلا بالحد الأدنى. عيش، حرية، عدالة جاهلية. ما هذا الجيل الضائع؟ علي، أهلا وسهلا، تفضل. ازيك يا علي؟ كيفك؟ سافا؟ سافا. حابب تسمع آراء اللجنة؟ يا ريت. رح نبتدي مع أستاذ حسن، شو رأيك؟ عموما انت عندك قبول، ودي حاجه بتاعت ربنا مش بتاعتك انت، يعني مولود بيها ودمك خفيف. بس استاذ حسن رح نتركك تفكر شوي بأي وجه رح تعطيه لعلي. رح نسمع بهالوقت رأي استاذ هنيدي. ماشي حبيبي. إذا بيوافقك الرأي. يا ريت يا ريت. شو رأيك؟ مساء الخير يا علو. مساء النور. بص يا علي، مبدئيا يعني
انت تيب حلو قوي وكاركتر جميل جدا. ميرسي. ابتسامتك يعني تؤهلك ان انت تبقى بتلعب ادوار كوميدي جميله. ربنا يخليك. ونقلاتك في بعض الحاجات يعني محترف، يعني فاهمني. ربنا بتحس يخليك. الموضوع حلو جدا، فانا موافق جدا ومبسوط بيك يا علوة. ربنا يخليك. شكرا استاذي حبيبي. نادي. ميرسي. استاذي نادي دغري صوت وعطاك وش ميرسي. بشوش مثل وجهك يا ربنا علي. يخليك. سيرين، شو رايك؟ لقيتي عنده قبول؟ علي ضحكته؟ عالية بتاعتي. علي بدي اقول لك اول شيء كثير مهضوم انت وضحكتك وهالخدود هون اللي هيك المهضومين ميرسي. كثير مهضوم عن جد. ميرسي. خليني اقول شغله انه انت مش بس مهضوم، كثير ذكي بالنص اللي انت كتبته. ميرسي ربنا يخليك. شو رح بدك تعطي؟ سوي؟ اكيد سيرين، شو رح تعطي؟ اي وجه؟ اكيد رح اعطيه فرصه ثانيه لانه انا كثير مهضوم يعني. حبيتك عليه. ميرسي. 2 سمايلي فيسز لك يا علي. استاذ حسن، رح تعطيه ايضا وجه بشوش. والله يا علي هو دمه خفيف، من ناحيه دمه خفيف، ودي اساسيات الكوميديان. اكيد إنه يكون يبقى عنده دمه قبول خفيف. وكاريزما. خد يا علي. ميرسي يا باشا. وايضا سمايلي فيس من استاذ حسن ضمنت انتقالك للمرحله المقبله. الوجوه المبتسمه اكيد رح تعطيه دافع اكبر انه يقدم مضمون وتمثيل افضل. قلت لك لك علي. شكرا. شكرا. بعد المحطات الكوميديه بنتوقف مع فاصل اعلاني وبعده بنتابع حلقه الاوديشنز الثانيه من ذا كوميدي نجم الكوميديا. مع مواهب عربية بتشيل الهم والغم عن القلب، ونيال يلي بيختاروه أصحاب المعالي والسعادة لجنة التحكيم الدولية للانتقال للمرحلة التالية بعد مرحلة الأوديشن. وهارد لك لكل مشترك ما حالفه الحظ وما أقنع اللجنة الكريمة. وصلنا لمشترك سمعت انه محضر كتير كتير منيح لهالإطلالة. أنا رح زيح من طريقه واترك له كل المسرح. بونسوار 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 بونسوار. اسمي شارل، من هوايات الغنى، التعصيب، وجاري مربى فاره. فاره؟ حدا بيربي فاره؟ حرام، الفاره ما لها طعمه، بيربحوها جميله، قال بحطوا لنا اياها بقفص، هي من غير شيء بتعمل جايه كثير، وبحطوا لها لانه هي بتعرف تركض، قال دولاب لتركض عليه. عندي جاري فوقنا بحب الحيوانات كثير، هيداك جايب فاره عمل لها قفص، انا صراحه بتمنى فوت عيش بقلبه، حلو كثير قصر. هذا دولاب، ما دولاب بوقفي منها. زلمه حاطط لها تريدميل كيف تبع الجيم، تريدميل مع تلفزيون، منشفه على رقبتها، منشفه على ايدها، موسيقى، ايرفونز بايديها، بتركض، عرفت كيف؟ كل نهار بتضعف شوي، بيعطيها بروتين. هيدا عيشه فيران. او عندكم هول الناس اللي بيربوا سوس، يعني الكتكوت. الكتكوت لشو السوس يا خيي بالبيت؟ لشو الكتكوت؟ طيب كبر الكتكوت وصار صار ديك، ايه ويعني شو صار عندك ديك بالبيت؟ شو بدك بالديك؟ ديك ما بيفهم خيي، قل له ست ما بيقعد. لشو الديك؟ الا اذا بدك تكون مثل هيدا جاري اللي عنده فاره، هيداك جايب ديك وجايب له حدا معلمه، صار هيدا الديك الارم حقيقي، يعني بحطوا حده على الكومودينا وبيجي بيقول له مسيو ديك بشرفك بكره الساعه 5:30 الصبح بدي اوعى، ايه؟ بينام الزلمه. قلت له شو هيدا؟ قال لي سنوز، معلمه سنوز للديك. بدي انهي باللي بيربوا زلحفه، سلحفات. حلو الزلحفه، بنعرف كلنا بتعيش من 250 ل 350 سنه، هيدي معلومه للكل. 350 سنه زلحفه عايشه، نحن عندنا زلحفه من الحرب العالميه الاولى، بعدها عايشه بتفهم بكل شيء. مريم نور اوقات بالتلفن بتقلنا بدنا نحكي مع الزلحفه يعملوا معروف، لانه في كم عشبه مش عم بعرف كيف بدنا ناكلهم وهيك. غير هيك ما فيك تعمل شيء مع الزلحفه، بتمد راسها بتفوته، ما فيك تغنجها. اكثر شيء بتمد راسها بتقول لك انا بعيش اكثر منك، ترجع بتفوت. مره في زلحفه قدمت على بروجرام ستاند اب كوميدي، عطيوها دقيقه ونص، بتعرفوا شو عملت؟ اتاوبت. ثانك يو بيبل، ثانك يو. شكرا شارل حبيليني، شكرا لك. شكرا على هالاداء الحلو. ثانك يو. يعني يا محلى الديك ويا محلى الفاره قدام البزاقه. سيرين شو رايك باداء شارل؟ شارل انا شفتك قبل على التي في صح؟ تعال هون. انت بتقدم دعايات؟ ايه عامل دعايه صح. غني لي اياها شوي. يا ريت في يخبيها. ايه يا ريت في يخبيها وما خلي حدا يحاكيها، بسقيها دموع عيني، بقدم لها قلبي وايدي، وباخد من عمري وبعطيها.
عم بيمثل لمين؟ بعطيها. ثانك يو. شعر. خليني اقول لك انه ادائك كثير مهضوم، كيف ترابط الافكار ورا بعضهم، فكره كيف انت اخذت قرار تحكي عن الحيوانات. انا شخصيا حبيت. بعرف انه التوتر اوقات بيكون هيك بنقص شوي بمكان ما يعني، صحيح. بس انا حابه اعطيك فرصه ثانيه. شكرا. شكرا سيرين. اول سمايلي فيس. استاذ حسن، شو رأيك باللي شفته؟ والله جميل يا شر. شكرا. يعني عندك استعداد للكوميديا، عشان كده انا هديك فرصة للمرة الجاية. شكرا. شعر ضمننا الانتقال للمرحلة المقبلة. محمد هنيدي، زي ما قال والله الاستاذ حسن فعلا عنده استعداد للكوميديا، روحه حلوه قوي، لماح ذكي، واكيد لانه انا سمعت كمان انه بيعمل دعايات، فاكيد يعني محترف. طبعا انا رايي هنا مش هيفيدك، الاثنين كسبوك خلاص. المهم انك انتقلت يا شار للمرحله المقبله، ولكن محمد هنيدي حب يعطيك ايضا سمايلي فيس. جود لك لك شار، ونحن بانتظار ادوار جديده تقدم لنا اياها. ننتقل لموهبه بدها تعمل المستحيل لنيل اعجاب اللجنه، وما تسالوني مين هي، هلا بتعرفوا. أنا اسمي ميسو، عندي 21 سنة و3 شهور. كبرت فجأة، لقيت سن الرشد بيحاوطني من هنا ومن هنا. وفي يوم من الأيام صحيت الصبح بدري عشان أظبط شعري في المراية. تخيلوا لقيت إيه؟ لقيت شعراية بيضة. طب إزاي أنا عندي شعراية بيضة وأنا لسه ما كملتش سن الرشد؟ ما سكتش، خدت الباتيناج الأحمر بتاعي ونزلت دحرجة على السلالم، ورحت لعم عدنان السوري الحلاق بتاعي. قلت له الحقني يا عم عدنان، والنبي يا عم عدنان الحقني، أنا عندي شعراية بيضة وأنا لسه صغير، أعمل إيه؟ رد عليا وقال لي ميسو يا الله ميسو، عم تترك مثل البرغوث باللبنيه ميسو، عم تسرسر وتشرسر ميسو، والله غني لك غنيه تفرفشك وتنعنشك ميسو. ما فهمتش حاجه. رحت لعم حماده موتوسيكل، اصيع واحد في شارعنا، قلت له استاذ حماده لو سمحت يعني اقف جنبي، انا عندي شعرايه بيضه وانا لسه صغير، لو صاحبتي هايدي شافتها هتوديني في داهيه. قال لي يا استاذ ميسو في شعرايه تخليك تخاف من واحده يا استاذ ميسو، ما نقرع قدامك اهو والبنات كلها بتموت فيا. سبته وجريت، رحت مطلع التليفون ومكلم هايدي، قلت لها هايدي احنا مش هينفع نكمل مع بعض، انا عندي شعرايه بيضه، انا عجزت. ايه ده يا تركي؟ برافو تركي. شكرا. كيفك؟ الحمد لله تمام؟ تمام. حاسس برهبة شيء امام اعضاء لجنة التحكيم؟ انا عايز اجري. لا انا بعتقد رح يريحوك. خلينا نشوف ان شاء الله ملاحظاتهم يعني ما بتزيد لك الشعر الابيض براسك. بنبتدي مع استاذ حسن، شو رايك بادائه لمحمود؟ والله دمه خفيف، بس انا كنت متخيل يعني بعد ما تحكي لحبيبتك لو عندك شعرايه بيضة كنت عاوز اشوف رد الفعل بتاع حبيبتك. هجيبها المره الجايه معايا عشان تضربني عشان صحيح؟ خلص وعد بيوعدك. ماشي. هنيدي شو رايك؟ والله رايي انا يعني اول حاجه انت هو متوتر قوي. يعني انا حاسك جدا فاهمني. ممكن لو اعصابك اهدى واروق ممكن تبقى في مود احلى يعني. بس بشكل عام دمه خفيف ممثل شخصيتين مع بعض ثلاثة بالظبط. لا وشه حلو، ابتسامته برضو جميلة، فده ممكن يخليه يشتغل كوميدي كويس ان شاء الله. لا هاي سيرين عادة بيقولوا الشي بهيبة. تعرف؟ اعرف انه نحن كبنات بيعجبنا الشاب اللي هيك فيه شوي شعر ابيض. ما انا عندي شعر ابيض فعلا. فعلا؟ والله. والله؟ طب خلاص عجبتني. حب الشعر الابيض كده عجبتني. برافو عليك. شكرا. استاذ حسن هلا فينا نعطي الوجه. بحييك. شكرا. سمايلي فيس هنيدي. وسيرين طبعا. 3 سمايلي فيسز لمحمود تركي.
شكرا محمود ومبروك انتقالك للمرحلة المقبلة بالبرايم الثالث وإلى وقفة مسرحية جديدة. لكن بعد ما نشوف هالريبورتاج عن التمارين وأجواء التحضيرات لثاني أوديشن. بالتمارين قبل تاني اوديشن كان هدف المشتركين الاول والاخير انتزاع ضحكتين، ضحكة الجمهور وضحكة اللجنة. لكن بالتمارين حب البعض يغيروا الجو. مش عارفه بصراحه جايه البرنامج يا شو بايخه. ما جاي ضحكك. اذا ده برنامج كوميدي شو كان صار كات بين المزح والضحك عند المشتركين بيبقى التركيز والتمارين هن الأهم. هلا على اللي شفته جوا وراء الكواليس ولا في كومبيتيشن قوية. المنافسة القوية في صالحنا كلنا أعتقد. صعب إن أنت تضحك حد لأن بقى في ناس كتيرة قوي بتقول أي حاجة في أي حتة، حتى الأغاني دلوقتي الشعبية بقت بتضحكنا، فإن يبقى ممثل كوميدي بيضحك فدي بتبقى صعبة شوية علينا. الإعادة، التغيير، تطوير الأداء مهم كتير حتى يوصلوا النص يلي عم بيقدموه بأفضل طريقة. باينين أردافة، أوكي، يلا بلاي كاميرا رول. صار في كتير هلا عم بقلده، بس حسب واحد هو وكاركتيره كيف بضيف نكهة على هذا الشخصية يلي عم بيلعبها. هحاول بإذن الله يعني إن أنا أبقى دمي خفيف يعني ولطيف وحاجات كده يعني. وبعدين بتبصوا على ايه ورا؟ ليه بتبصوا ورا كده؟ بغير دايما، بطور، بشوف ايه المناسب اكتر. ما بعرف مثل. في فكره اكشلي نسقتها مع نص مهضوم خفيف يقدر يوصل ويضحك بنفس الوقت. يوصل على المريخ. وأهم شي بالثنائي يكونوا الاثنين على وفاق واتفاق، وإلا بيدب الخلاف وبينتزع المشهد. مش عارفين نعمل حاجة، احنا عندنا أفكار. انت كل مرة تنط بقى والله عايز تكلمني سيب لي الميكروفون شوية. الفكرة إنه ده السؤال بقى. لا أنا مش متوتر خالص، لا هو اللي متوتر، أنا مش متوتر. عندنا أفكار موجودة. سيبيني أتكلم. والله هو بالظبط كده يعني. لا هو مش كده بالظبط، انا هقول لحضرتك. الكوميديا ما إلها عمر معين، بيكفي يكون الشخص عنده الموهبة وخفة الظل. أنا مش طالعة قبل على المسرح بس ممثلة بكذا دعاية. أنا عادي يعني بخاف أوقات بس I calm myself down، بفوت بعمل إنه my best وبطلع. الكوميدي دي لعبتي، أكتر حاجة لقاني التوتر. مواجهة التوتر، الخوف، رهبة المسرح والجمهور والأضواء مش هينة أبدا، لكن ضروري الممثل يتعود كيف يتخطاها. بقدر ما أتوتر لأني ما بصطنع بكل بساطة، بطلع مثل ما أنا، ما بفكر كتير. التوتر ده عامل لنا أدرينالين عالي، فمخلينا عمالين كل شوية حاجات تطلع لنا، كل شوية أفكار جديدة بتطلع، وإن شاء الله ده هيبقى مفيد لينا يعني. أنا بحاول أهدى نفسيا الأول علشان أقدر أطلع على المسرح أعمل حاجة لطيفة يعني. التركيز، الثقة، التحضير الجدي، العزم والتحدي هن أساس تأهل المشتركين للمرحلة الثانية من ذا كوميدي نجم الكوميديا. احنا هنكسب للآخر وهنتصعد النهائي. أنا هكسب لوحدي مش لوحدي، أنا هكسب لوحدي. قيا قولوا قيا قولوا اختبار الشهر. قال الشاعر وتفشحط الفشحاط في سفح الحفا ببسي لقاه فتكورب كالبعبل. أنت أنا أستاذ؟ أيوه قيا أين الفاعل؟ جاوب. الفاعل؟ البعبلي؟ البعبلي الفاعل. تعال أنا هفهم، هضرب لك مثال ويمكن أضربك مع المثال يا أستاذ. لما نقول يضرب الأستاذ التلميذ الغائب، يبقى الأستاذ هنا إيه؟ الأستاذ فاعل. صح. طب صح بتضربني ليه يا أستاذ؟ فرحان يا أخي، فرحان، بحب الضرب قوي. واضرب دي فعل إيه؟ فعل بيوجع قوي يا أستاذ. غلط. فعل مضارع. ليه بقى؟ لأن الضرب مستمر كده اهو كده اهو كده اهو. خلاص يا أستاذ. والخائب دي تبقى إيه؟ تبقى قلة أدب. صفة للتلميذ اللي زي حضرتك، والتلميذ الفاشل اللي زي حضرتك ده يبقى إيه؟
يبقى مظلوم. غلط. مفعول به. جرس الفسحة ضرب. مش هتفلت من ايدي. جاي لك الحصة الجاية وانتوا كمان مش هتفلتوا. شايفك. أهلا بحسام وحسام الدين. أهلا بحسام وحسام الدين. وجعت كتير؟ خبطك كتير والله. ولو يا حسام؟ والله مش قصدي، ده تمثيل يعني. تمثيل؟ قد ايه مش متأثر تمثيل يا جماعة. برمضان مبروك أبو العلمين حمودة؟ على راسنا أستاذ محمد هنيدي، على راسنا طبعا. الله يخليك يا حسام. اساتذتنا يعني. ربنا يخليك يا اخي. الله يخليك. شو رأيك محمد هنيدي بالأداء حسام وحسام الدين؟ هو حسام اتضرب ما أداش، يعني دوره ما بانش قوي. يمكن عشان مساحة المكتوب عاملين حاجة قليلة قوي. يعني شو بتعطيهم؟ أي وجه؟ والله يعني على مستوى البرنامج أنا ما شفتش حاجة، بس أنا حاسس إن هم ممكن يبقى ليهم مستقبل. يعني مبتسم أو حزين؟ سوري، شفتش وجه حاجة. حزين. أستاذ حسن، مش شايف كوميديا في المشهد اللي انتم مختارينه. انا اسف. سيرين، أنا بدي أحط سمايلي فيس لللبس يلي أنتوا لابسينه، وعملي كاركتر كتير حلو باللبس. بأدائكم كمان أنا بحييكم. حتى البنانة كيف حطيتها بجيبتك وعلى الحصة، يعني كنت فكرت إنك تاكل. أنا حطيت لكم سمايلي فيس، بدي أشوف الضحكة على وجوهكم. مشان هيك لازم تبتسموا. مزبوط. وهون ما بينتهي كل شيء، يعني ممكن انت تشتغلوا بمسلسلات وافلام لبعدين وتكسروا الدنيا. انا بحييكم، بعتذر. شكرا لحسام وحسام الدين، شكرا للمشاركه. بريك اخير ومنكون مع مجموعه اخيره من المواهب الكوميديه. خليكن معنا ومع ذا كوميدي، نجم الكوميديا. عودة لمشاهدينا على قناة الحياة والان تي في اللبنانية مع ذا كوميدي، نجم الكوميديا. بحلقة الأوديشن الثاني وبنهاية هالحلقة بنعرف مين رح ينتقل معنا للمرحلة الجديدة يلي بتحتاج لشغل أكتر وتحضير أكبر. وبيبقى بالسهرة الختامية 4 مشتركين فقط للمنافسة على لقب نجم الكوميديا وجائزة البرنامج. أما هلأ فصار الوقت نتعرف على موهبة جديدة بحلقة الأوديشن الثاني. اسمي إليان. أنا الصغيرة بالبيت من أصل 5 إخوة. يعني ممكن إنكم تتفهموا شوي وضع أمي نفسي مع 5 أولاد، وتحديدا 4 بنات وصبي وحيد لله يقبر أمه. بس هلأ بيناتنا يعني في أوقات الأمات بتقول أشياء مش كتير منطقية. مثلا لما كنا صغار كان كل ما يكون عنا عالم وأمي بدها تضيفنا شوكولا كانت تمر علينا مرور الكرام، لأنه أصلاً يعني إذا لحقنا وبلشنا بالشوكولا ما بيبقى مين يخبر أصلاً. وإذا شي نهار وقحت عينه وجربت آخذ وحدة ما لاقي إلا الكف دغري لبانة. عيب، خلوا للناس. لا، والأحلى من هيك إنه هي تكون عم تضيفهم وحبة شوكولا بتمها هالقد. يا أهلا وسهلا، في حبة مشارفك وأنا ما رح أقبل بدك شي وحدة حتى بزيبتك بكره. مام إنه خلص ما كتير تصر عليهم، إذا ما بدهم أنا بكلها. يا عيب شو معك؟ فوتوا جوا. سوري بس ما فهمت. فوتوا جوا. وايام لنبرهلها للماما انه النظريه اللي بتقول انه الانسان اصله سعدان كنا نكسر لها البيت، فما نلاقيها الا واصله علينا ومع ملعقه الخشب. تبلش باختي الكبيره، عيب كرمال قيمتها، وتكفي على اختي الثانيه، بس توصل على خيي فيلا، وتكفي على اختي الثالثه، بس توصل علي تكون لوشت. قالونا تعي لهون هلا، ليكي اذا بتجي تاكلي صفقتين، لانه اذا انا بروح وبلقطك بدي كسرك. إليان فاضل من لبنان، تفضلي على المسرح.
اليان كنت مرتاحه بالاداء؟ لا كنت بلبكش. يعني ان شاء الله هلا اعضاء لجنه التحكيم ما يضربوكي ضربه اقوى من ضربه الماما. ان شاء الله يا رب. ما فيها اقوى بعتقد يعني. نشوف. سيرين شو رايك باليان؟ تلبكي كثير لدرجه انه اكلت شوي من الحروف انتم عم تحكي وفكرتي، وهذا كان واضح. بتفكري شو بدك تقولي بعد، هذا كان واضح. صح. انا بالنسبه لإلي اللي قلتيه بالحقيقه انه ما كثير ضحكني. جود لك. ميرسي. محمد هنيدي، هلا عم تبتسم بس ما بعرف قبل وقتها كانت اليان عم بتمثل كنت عم تبتسم ولا كنت حزين؟ لا ببتسم انا، يعني اكيد ببتسم. ليليان جميله وشها جميل، بس انا شايف في ليليان ممثله هي رقيقه وشها ناعم، عارفه، فافضل في الادوار الرومانسيه تلعب ادوار ممكن يبقى ليها مستقبل الحقيقه، بس في الكوميديا ما انصحكيش. استاذ حسن. انا كمان زي ما قال هنيدي، هي ممكن تعمل كاركترات تانية خالص. انا اسف يا حبيبتي، بس فعلا انت ممثله كويسه بس ما انتش كوميديانه. الهيئه في اجماع يعني من وراء التعليقات يلي سمعناها، ولكن اكيد بدنا نشوف الوجوه مبتسمه او الحزينه. شو استاذ حسن؟ سمايلي فيس. استاذ حسن. استاذ حسن ترككن لإلكن تعطوا رايكم لنشوف. هنيدي. لا هي فهمت وجهه نظري يعني، فانا اكيد مش هضحك عليها. هيك احلى. سيرين صار عندك القرار. سيرين حسمت القرار. 2 sad faces لإلك اليان من هنيدي وسيرين، و1 smiley face من استاذ حسن، ولكن اعطوك الامل انه فيك تمثلي يمكن دراما. شكرا لإلك ونحن بنحترم مشاركتك. شكرا لإلك اليان فاضل. بعد اليان who's the next؟ خلينا نشوف. حمدي شعري مظبوط، البوستيجه مش باينه، هوا. أعزائي المشاهدين، النهارده عندنا فيوهات كتيره ومقابلات كتيره ونجوم كتيره، عندنا ستار رهيب. يلا بينا نشوف مين اول ستار كده معانا. براد بيت. وات ار يو جود. جماعه هو تمام وزي الفل. ذيس بيوتيفول اوريجينال اور سيليكون. لا يا جماعه هو جماله رباني. تاتش وود. لاست ask me question about my English. لا حضرتك انا معهد تمريض قسم انجلش نيرس، يا ريت نخلينا في حالنا. last question what about Oscar. يا جماعه تاتش مصري ده بيقول لكم ثقه في الله نجاح. ميرسي براد، ميرسي قوي لحضرتك، يعني مش عارفه اقول لك ايه. طب الفيس يا براد، الواتس كده تديني الكتف. ليو حبيبي ليو. شكرا لهبه رحال من مصر. ازيك يا هبه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. كثير بتحبيها لانجلينا جولي، صارك ساعه بتتغزلي ببراد بيت. بصي انا عايزه اقول بس حاجه والله ده بجد، هي شفايفها دي ديفو. ديفو؟ والله العظيم دي ديفو، والله العظيم الناس فاكرينها ان دي موضه، لا ده ديفو يا جماعه. بصي شفايفك، بصي سوسو شفايفها ازاي. لا انتوا بتهزروا، دي ديفو اللي عندها، ده ديفو. شكرا على الكومبلمنت. محمد هنيدي، شو رايك باداء لهبه؟ بصراحه انا محتاجه اشوف مشهد عشان اشوف فيه اداء. والله اديني فرصه وهتلاقي مساحه بعد كده. يا حبيبتي ده انا اديكي عينيا والله. حبيب قلبي. جود لك ان شاء الله. شكرا. هنيدي. استاذ حسن شو رايك باداء لهبه؟ هبه حبيبتي انت على فكره شكلك ظل خفيف، واللي اجمل من كده انت عندك ثقه جامده قوي بنفسك، ودي عجباني فيكي. انما ما شفناش حاجه. ايه قابلت براد بيت وقلت له مش عارف ايه حلو يعني كلمتين ما يقولوش ان انت كوميديانه يا حبيبتي، فاهماني؟ فاهمه حضرتك. يعني انت لو مجهزه مشهد كوميدي هتقدري تورينا في مساحه كبيره شويه، واخده بالك؟ تمام. شكرا استاذ حسن. بتحب تضيف شيء؟ بتحب تضيف بعد لا اي شيء؟ مع ذلك عشان انا معجب بيكي للنتيجة. خدي الوش
سمايلي فيس بالرغم من التعليق يلي كان سلبي نوعا ما. وانما سيرين قبل ما نشوف الوجه اللي بدك تعطيها اياه لهبه بنحب نسمع رايك اكيد. هبه انا مع جرأتك زي ما استاذ حسن قال بتديها ايه على الجرأة دلوقتي؟ نعم بنرجع بنشوف استاذ محمد هنيدي شو راح بدك تتركي السسبنس لك اخر شيء. اوكي استاذ محمد شو بدك تعطيها اي وجه؟ سمعنا رايك بس بدنا نشوف اي وجه، مبتسم او حزين. طب ما تقولي هيك انت بتفرطين. استاذ حسن عم بيطالب بانه تعطوها فرصه اخرى لهبه. اكيد القرار عندكم. اوكي ضمنت الانتقال للمرحله المقبله. نعفيك من المره الجايه. لا المره الجايه حتكركري. حاضر. محمد هنيدي ايضا سمايلي فيس فرصه ان شاء الله المره الجايه هكون ان شاء الله. ان شاء الله قوي حالك. يلا مشاهدينا بين المقبول والجيد والهايل اللجنة عم تعطي الفرصة للأفضل والأقوى على المسرح. مواهب كتيرة بعد على سكة الانتظار نتعرف عليها تباعاً. أنا حياتي كلها عجيبة من الأول. حبلت فيي الماما على 40. قال الحكيم بوقتها مدام بنتك يا بتطلع نابغة يا بتطلع عطيلة. امتى طلعت؟ مثل ما نكون شايفين. وعجيبة انه بعمر كانوا رفقاتي فيه بيوزنوا بحدود 40 كيلو، كنت انا طابشة 90. وغير ناس اللي ما لهم خاصة اصلا بالموضوع بيلاقوني عجيبة اذا جربت مثلا حط صور سكسي لإلي على فيسبوك. بصير يوصل لي كومنتس تعليقات يعني قتلتيني ها 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 مع هيدا السمايلي اللي عم بكب دموع، يا اما رهيبه يا بنت شو سلبي راسك. رفقاتي بيقولوا لي انه بعبر عن نفسي مع اصوات غريبه، مع انه ما بفهم ليه. انه الواحد اذا عرف من شيء مثلا شو بيقول؟ بع. واذا حدا عم بيتسأل عليه وما عاد يعرف شو يرد بع. واذا سالوه كيفه ما كان ولا بد اخ. المهم انه هن صاروا يفهموا علي واعتمدوا اسلوبي بالتعبير، وصاروا احاديثنا على الواتساب بياخذوا العقل. كيفنا؟ مه كيف كانت سهرتك؟ ولك ايه انت ما بيعجبك العجب؟ بع. بس الاعجب من هيك انه انا هون اليوم مع انه بالكاستنج اللي عملته للبرنامج قلت لهم الاسباب اللي لازم ما ياخذوني فيها. هلا انا كنت عم بمزح بس ما قد ما كنت مقنعه صدقوني وكنت على شوي طلعت برا. فمعلي خلوني بعد شوي معكم لان بعد عندي كثير عجايب خبركم عنها. باتريسيا مكرزل من لبنان تفضلي معي على المسرح. الله يخليكي لاهلك، انت وحيده لاهلك ما هيك باتريسيا؟ يعني اعضاء لجنه التحكيم سمعوكي، بدنا نشوف اذا حابين يشوفوا عجايب جديده منك بحلقات مقبله. رح نبتدي مع سيرين. بدي اقول انه باتريسيا كثير مهضومه لما وقعتي على الارض وعملتي الحركات، ذكرتينا عن جد بنشوف هيك حركات اوقات على الفيسبوك يعني وهن مفكرين حالهم كثير حلوين بيكونوا. ده كوميدي هو لازم نحن نضحك كثير، مش بس نسمع اخبار هيك بتمرق او نحن سامعين فيها قبل. طب يلا واصل لك في عجايب كثير بانتظار. في عجايب كثير. في بعد ما حكينا عن الماما شو رأيك على الكلب هنيدي؟ بياكل لحوم البشر وما حكي فيه كثير بعد. هو بيعرف هنادي بيفهم علي حبيبتي. ها مش عارف مكتوب حاجه. رح ناخذ رايك هنيدي. بدي ارجع عند سيرين لنشوف الوجه. خلص شاوري ضميرك انت، شوفي ضميرك. تكوني فكرتي اخذتي وقتك بالتفكير. تفضل محمد هنيدي شو رايك؟ لا سيرين دغري بدها تعطينا رايها. شو؟ لا بنطر. اوكي ننطر شوي. بنطر يلا تفضل. وانا بنطر كمان. وانا بنطر. يلا بنطر كلنا بننطر. بنستنى. استاذ حسن حابب تستنى ايضا؟ بس مع طب عاوزين الجمهور بدكم تنطروا كمان؟ استاذ حسن بصي يا حبيبتي انقذنا. والله انت دمك خفيف. هي اكبر شهاده، انا مش طالبه اكثر. والله دمك خفيف. وانت لو معاكي نص كوميدي كنت هتضحكينا وتفرفطينا بالضحك. انما انت عملت اللي عليكي، انت قلت شويه حاجات
بس انا لقطت خفه دمك والحركتين 3 عملتيهم كمان يعني متحركه. حبيتك وخدي. تسلم حبيبي ميرسي. خاطرك لشي ما عملناه. سمايلي فيس من استاذ حسن. استاذ هنيدي شو خلص هنيدي شو؟ لا ولا لا انا بدك تنطر؟ لا مش هنطر. يعني عايز اقول ان هي بره المشهد اللي قدمته دمها خفيف جدا بصراحه، يعني واحنا بنتكلم معاها لا دمها خفيف، بس المشهد كان غير شكل يعني فاهمه. انا رايي انك تنطر شويه. تنطر شويه. ننطر سيرين. ها سيرين. اوكي انا هلا دوري. تفضلي. انت حطيت سمايلي فيس مزبوط. بدها تطلع له لهنادي نحن ناطرين شي سنه على هالحاله. ساد فيس بدك تحسمها هنيدي. عندها سمايلي فيس وساد فيس. سمايلي فيس من هنيدي ولجنة التحكيم اعطوكي فرصة اكتبي مزبوط، والمرحلة المقبلة فرجينا عجيبة غريبة. للأمانة أنا حبيت حماسها وإصرارها، بس عارفة لو ما عملتيش حاجة حلوة بعد كده هعمل فيكي إيه؟ مثل ما قلنا ولا تقولي لي ماما ولا بابا. جود لك. شكرا باتريسيا. شكرا لك. شكرا باتريسيا. المشتركين بمرحلة الأوديشن بيقدموا سكتشات وستاند اب ومشاهد كلها من تأليفهم، لكن ورا الكواليس في كوتشز بيساعدوهم بيوجهوهم وبيصححوا أخطائهم. نتعرف عليهم بهالريبورتاج، وبعد الريبورت محطة فنية شكل تاني. ما بيكفي تكون موهوب بالكوميديا حتى توقف أمام لجنة التحكيم والجمهور وتطل على ملايين المشاهدين. كل موهبة جديدة وبدها دعم، وكل مشهد وكل أداء بيحتاج لبعض التحسينات. لهالسبب تمت الاستعانة بنخبة من الممثلين والمتخصصين بمجال التمثيل والأداء لمساعدة المشاركين بدي كوميدي نجم الكوميديا. صار لي 7 سنين مسؤولة عن محترف أنا أسسته اسمه محترف الأنا لاتولي دي جو. في بيجوا ناس عبالهم يكتشفوا حالهم من خلال تمارين تمثيلية، وبعد هذا الاختبار فيهم يعيشوا تجربة المسرح. نحن بنساعدهم يكتبوا مشاهد ويحطوها على المسرح. أنا دلوقتي بدي ورش تمثيل في مصر، من ضمنها يعني بروجكتس كوميدي على دراما على حاجات كتيرة، حاجات متنوعة. صار لي 16 سنة بدومين المسرح والسينما والتلفزيون. مثلت مسرحيات كوميدية، مثلت دراما، مثلت المسرح التعبيري. بدرب مسرح وتمثيل من 16 سنة. بحب المسرح لأنه بالمسرح في مواجهة مع الببليك، بيقشعوا لك عيونك، بتقشع لهم عيونهم، بتلحق الرياكشن تبعهم. كثير مهم للكوميديا انك تشوف الاشخاص اللي بوجهك. الأساتذة رح يرافقوا المشتركين الأسبوع المقبل مع انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج. أنا بحب إن أنا ألاقي التمرين اللي هيفتح حاجة عند المشترك ويحسن في الكاركتر اللي هو هيلعبها في البرايم اللي جاي. الطريقة اللي هشتغل فيها مع المشتركين هي إنه شوف شو عندهم وساعدهم إنه يوصلوها للآخر. أنا بيسكلي اللي جاي أعمله طلع أحلى شيء من النص اللي عاملينه، جرب ركز كيف بدي أطلع الممثل اللي فيهم بأحلى طريقة وبطريقة بتضحك أكثر شيء. اللي راح اشتغل عليه بالأول مع المشتركين هو شيل ستريس. الشغلة اللي بدي أوصل لهم إياها هي إنه إذا نحن مبسوطين وعم نضحك أكيد الجمهور عم يضحك وأكيد الجوري عم تضحك. المشاركين بالبرنامج رح يستفيدوا من خبرة أساتذة التمثيل والتعبير المسرحي، وأيضاً رح يستفيدوا من ملاحظات نخبة من الأساتذة المتخصصين بالكتابة الكوميدية لإيصال أفكارهم بأفضل طريقة فنية. المفروض إن إحنا بنساعد الناس على إنها لما بيكون عندها نص كويس أو فكرة كويسة إحنا بنبتدي نحطها في صورة إن هو سكتش شكله حلو. بالنسبة لموضوع النص القوي أو الأداء بتاعه القوي، الاتنين بيكملوا بعض. بكتابة كوميديا في سحر، في ضحكك في ما يضحكك، يعني الفرق هو شعرة، الفرق وين تسكت وين تحكي. اللي ما في ضحكك بدقيقة ونص ما في ضحكك ب3 ساعات. بالمختصر كل وسائل الدعم والمساعدة الأكاديمية والفنية رح تنوضع بتصرف المواهب بهدف تقديم أحلى صورة للكوميديا العربية. الو. ايوه يا شيماء، انت عارفه ان انا معجب بيكي من زمان.
طب ايه؟ طب ممكن نرتبط؟ يا ريت يا لهوي. يا ريت ويا لهوي. يا ريت ويا لهوي. انا شكلي اتدبست ولا ايه؟ بتقول حاجة يا حبيبي؟ لا يا حبيبتي ولا حاجة. الو شيماء، انا الحمد لله اتخرجت واخدت الدكتوراه. يا الف الف مبروك. عايز احوش بقى عشان ابروز الشهاده. لا، بمناسبة الدكتوراه انا اللي هجيب لك البلواس. دكتوراه وبلواس. انا شكلي اتدبست ولا ايه؟ بتقول حاجة يا حبيبي؟ لا يا حبيبتي مفيش اي حاجه. الو انا تعبت قوي من كتر اللف على الشغل ومش لاقي يا شيماء. يا اخويا بس انت كده قوم وهزها وانت تلاقي. طب بس استريح شويه. بالحق لقيت شغلانه كده حلوه بالليل. شغلانه ايه اللي بالليل دي؟ ممرضه. انا شكلي اتدبست ولا ايه؟ بتقول حاجه يا حبيبي؟ لا مفيش. بحسب. ها ابن حلال، لقيت شغل ولا لسه؟ لسه يا شيماء. وانا هستنى كتير يعني؟ هي هي. انت مالك اتغيرتي كده ليه يا شيماء؟ ولا اتغيرت ولا حاجه، ده هي مهنه الطب اللي متعبه. هي هي. يا واخده. واخده؟ طب والله ما واخده حاجه. هي هي. الو، ده انا كنت هشغلك معايا يا منيل. اهلا وسهلا بمروه من مصر. اخبارك ايه يا مروه؟ تمام. انت متجوزه؟ عندك الحمد اولاد؟ لا لسه. وناويه تحترفي التمثيل؟ ان شاء الله. تنشوف اذا رح يشجعوكي اعضاء لجنه التحكيم. رح نبلش مع استاذ هنيدي، ما نسمع رايك بالمشهد الكوميديا اللي ادته مروه. مروه عايزه مساحه، دمها خفيف للامانه، والف سلامه على ايدك. دي مالهاش علاقه بالمشهد. لا 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 خالص. ميرسي. لا سلامتك. سلامتك محمد. ميرسي. فحتى يعني من اول ما اشتغلت من تاني تليفون تقريبا لا في اختلاف، وفي مشروع كوميديانا وشها حلو قوي قوي قوي. صح يا سو؟ ميرسي. صح يا سو؟ صح يا سو. ايه صح. استاذ حسن، بتوافق هنيدي وسيرين بارائهم؟ مروه من اول جمله قالتها انا حسيت انها ممثله كوميديانه، ولو استمرت هيجي منها في المستقبل، وخاصه اننا عندنا نقص جامد قوي في الكوميديانات. معك حق. يعني ده حقيقي. مظبوط. انت ممثله هايله. خدي. دوس بقى. ميرسي. سمايلي فيس من استاذ حسن. اصل انا معجب بيها حقيقي حقيقي حقيقي. شو بدك احسن من هيك شهاده يا مروه؟ مش عايزه حاجه والله. هنيدي، اي وجه رح تعطيها لمروه؟ عم تتشاور انت وسيرين؟ بجد انتهت المشاورات، شاورت انا ومروه كمان. تمام. وانت تمام والله. ميرسي. والله ميرسي انت تمام وهتبقي هايله ان شاء الله. ربنا يخليك. ميرسي. سمايلي فيس ايضا من هنيدي. سو شو شو موضوع بدلعني سو. انا بصيت انه عم بتكلم مع مين. اهو 3 سمايلي فيسز لمروه من اعضاء اللجنه. انا وياكي احتفالا على طريقتنا. 1 2 3. الله الله. المرضين زادوا. بنشوفك الاسبوع الجاي. مع مرور اخر المشتركين بتاني حلقه من الاوديشنز بتنتهي سهرتنا، وبتنتقل معنا 23 موهبه عربيه للبرايم الثالث. شكرا لاعضاء لجنه التحكيم محمد هنيدي، استاذ حسن حسني، وسيرين عبد النور. موعدنا بيتجدد الاسبوع المقبل مع محطه جديده من ذا كوميدي نجم الكوميديا. تصبحوا على الف خير.